كان كيمارس الجنس على بنات قصيرات اللي عندهم ما بين 12 و 16 سنه، وكان كيكريهم حتى رجال الاعمال صحابو اللي كيجيو عنده للجزيره. فضيحه قضيه جيفري إبستين الملياردير الامريكي اللي دارت بوم في الايام الاخيره هي قضيه اللي قديمه، ولكن قاضي التحقيق قدر يجبد اسماء ديال مشاهير وشخصيات كبار اللي في المجال الفني وحتى في المجال السياسي. هادشي اللي خلى الصحافه الامريكيه تعاود تجبد القضيه مره اخرى، وانا على يقين ملي غادي تعرفوا الاسماء ديال هاد الشخصيات اللي جبدهم قاضي التحقيق فراكم غادي تصدموا ديال بصح. وهاد الشخصيات اللي كيتقدروا بعشرات الاشخاص، ومن هاد الاسماء كاين الممثل الشهير ليوناردو دي كابريو، وكاين ستيف هوكينغ العالم الفيزيائي، وايضا كاين حتى مايكل جاكسون، كاين دونالد ترامب. راه في هاد الايام الاخيره ما كايناش شي هضره في الاعلام الغربي من غير على هاد الاسماء اللي تجبدوا في هاد القضيه اللي معروفه قضيه جيفري إبستين. جيفري إبستين تمت الادانه ديالو في 2019 وتحكم عليه ب 35 سنه ديال الحبس اللي دوز موراها غير شي شهور قليله حتى كيعلنوا انه مات وهو شانق راسو. جيفري إبستين تمت الادانه ديالو وحكموا عليه ب 35 سنه ديال الحبس بتهمه ممارسه الجنس مع الفتيات القصيرات، هو والزوجه ديالو اللي كانت تساعده في هذا العمل الاجرامي، وحتى هي تشدت موراه غير بعام واحد. هذه القضيه ماشي جديده كيف ما قلت لكم في الاول، ولكن هي قضيه قديمه، ولكن حيت جبدوا هاد الشخصيات وهاد المشاهير فراه عاودت حياه مره اخرى. هاد المشاهير اللي يقدروا انهم كانوا كيمشيو عنده ويقدروا انهم يكونوا مشاركين في هاد الاعمال الاجراميه ويقدروا يكونوا لا غير تجبدوا في هاد الملف ديال جيفري إبستين. واخا جيفري إبستين تحكم فالقضيه ما حبساتش، وقدر ان البحث يبقى حتى يتجبدوا هاد الاسماء ديال المشاهير في هاد السيمانه اللي فاتت. وبزاف ديال الصحف قالوا باللي ان جيفري إبستين ما ماتش من حيت من بعد ما خرج التقرير الطبي لقاو باللي انه مارسين ليه شي فقرات في العنق ديالو ومعرض لكدمات، الشيء اللي كيدل باللي ان جيفري إبستين فراه كون ما غاديش يتهرسوا له دوك الفقرات في العنق ديالو. وقالوا باللي ان السبب ديال الموت ديالو فهما شي جهات اللي كانوا خايفين انه يفضحهم، وقالوا اننا نصفيو عليه باش ما يخرجش الاسرار ديالنا. نعرفوا شويه شكون هو جيفري إبستين. تزاد سنه 1953 وكان تنتمي لواحد العائله اللي متواضعه جدا، غير هو كان ذكي بزاف وهذا الشيء بان خلال مده الدراسه ديالو. هو واخا كان ذكي بزاف فما كملش الدراسه ديالو، من بعد ما شد الشهاده الثانويه مشى للجامعه ودوز فيها غير شي شهور وخرج، ولكن في عمر ديال 20 سنه قدر انه يلقى خدمه حيت كان ذكي بزاف. وهاد الخدمه لقاها في واحد المدرسه في الولايات المتحده الامريكيه، وتما فين بدا كيقري معاهم الماط والفيزيك. واخا كوك دوز غير شويه حيت ديك المدرسه جرات عليه، حيت جيفري إبستين كان كاذب عليهم وزور الشهاده الجامعيه باش دخل يقري معاهم في ديك المدرسه، ولكن كانت فتحات ليه واحد الباب اللي كبير اللي قدر يحقق به هاد الثروه كامله. حيت في ديك المدرسه كان تيقري واحد الولد ولد واحد الملياردير اللي عنده واحد الشركه اللي كبيره بزاف ديال الاستثمار، وتما فين تعرف عليه وفين عرض عليه انه يخدم معاه، وقدر انه ينجح في المقابله اللي دوز وبدا كيطلع درجه درجه حتى ولا تقريبا هو نائب المدير التنفيذي ديال هاد الشركه اللي خدم معاهم. واخا هكاك ما كملش معاهم في هاد الشركه ومشى ونشأ واحد الشركه اخرى ديالو. الشركه اللي كان خدام معاهم في الاول فدوزت غير سنين قليله وهي تعلن الافلاس ديالها، ومول الشركه اللي خدموا معاه في الاول اللي هو الاب ديال داك التلميذ اللي كان كيقري في المدرسه فتسجن وحكموا عليه ب 20 سنه ديال الحبس. من بعد هذا الشيء كامل الصحف قالوا باللي ان الثروه ديال جيفري إبستين فهو سرقها من الشركه اللي كان خدام معاها قبل. جيفري إبستين نشأ شركه بنفس المواصفات ديال الشركه اللي كان خدام معاها في الاول، وقدر انه يبني واحد الثروه اللي خياليه. ومنين جمع الثروه الخياليه راه شرى جزيره في الولايات المتحده الامريكيه ودوز موراها غير شويه وهو ينقل المقر ديال الشركه ديالو لديك الجزيره اللي شرى. هاد الخدمه اللي كان خدام ديال الاستثمارات فخلاته انه يتعرف على شخصيات كبار ودار دي كود بيستون اللي كبار بزاف في وسط الولايات المتحده الامريكيه، وخلات انه تقوي النفوذ ديالو. ولكن رغم هاد الانجازات كاملين اللي دار جيفري إبستين عنده الوجه الثاني اللي هو الوجه الشيطاني، وهذا هو الموضوع ديال هذه الحلقه ديالنا اليوم. حيت جيفري إبستين كيف ما قلت لكم في الاول كان كيمارس الجنس مع الفتيات القصيرات اللي عندهم ما بين 12 و 16 سنه، وكان كيلقى المتعه ديالو غير مع هذا النوع هذا. كان كيستدرج هاد البنات القصيرات بمساعده ديال الزوجه ديالو غيزلان ماكسويل اللي قلت لكم في الاول، وهي اللي كانت كتساعده حيت كانوا كيجيو للجزيره ديالو، فكانت المهمه ديالهم انهم كيديروا ليه المساج، ولكن تيدوزوا غير شي شويه معاه في وسط ديك الحصه ديال المساج حتى كيتقلب عليهم، وتما فين كيرغمهم على ممارسات
الجنس معاه، حيت هو كانت عنده واحد الثروه وكان تيغريهم بالفلوس اللي كيعطيهم، وكانوا كيقولوا باللي انه كان تيعطيهم 3000 دولار، وكان كيقول لهم ان اي وحده الا ما بغاتش دير هذا الشيء فما عليها الا تجيب الصديقات ديالها اللي يكونوا حتى هما في نفس السن اللي عندهم ما بين 12 و 16 سنه. هاد البنات الصغار كانوا كيرفعوا دعاوي على جيفري إبستين، ولكن ما كانش كيتشد في كل مره، حيت كان كلشي ديالو كان كشاري كلشي، وكانوا عنده نفوذ اللي كبار بزاف. وكانوا كل مره البوليس حيت يخرجوا باش يقلبوا الدار ديالو ما كيلقاوش عليه شي دليل، كانوا كيخبروه البوليس. حتى جا عام 2019 فين كان في فرنسا هو يوصل للولايات المتحده الامريكيه، وتما فين قرقبوا عليه الاف بي اي سحبت الملف من البوليس وتكلفت به هي. تما فين البوليس ما بقاوش عندهم الاخبار اللي وصلوا لجيفري إبستين، وتما فين لقاو عليه القبض، حيت هو كان عارف باللي غادي يلقاو عليه القبض فما كانش غادي يرجع للولايات المتحده الامريكيه، حيت من بعد ما قلبوا الدار ديالو لقاو عنده اشرطه ديال الفيديو اللي فيهم اكثر من 100 فيديو مع فتيات قصيرات عريانات، وايضا لقاو عنده بزاف ديال جوازات السفر اللي مزوره. من بعد ما تشد في 2019 كما قلت لكم فتحكم عليه ب 35 سنه ديال الحبس، تما فين جيفري إبستين ولقاهم الحوايج ديال الحبس. وايضا حتى الزوجه ديالو ساره ماكسويل تيدوزت غير شويه موراه عام تقريبا وهي تشد وحكموا عليها ب20 سنه، حيت كانت كتساعدو في هذه الاعمال الاجراميه اللي كان كيدير. هذه القضيه بقات صامته هذه المده كامله من 2019 حتى لهاد السيمانه هذه، ملي قاضي التحقيق جبد شخصيات واسماء ديال الناس اللي كانوا مذكورين في هذه القضيه وفي هذه الفضيحه ديال جزيره إيفري إبستين. هاد الناس اللي متورطين يا اما كانوا كيمشيو معاه او لا كانوا كيمشيو عنده للجزيره ديالو او لا كانوا كيتلاقاو معاه في وسط الجزيره. ومن ابرز هاد الاسماء اللي كاينين فكاينين منهم 7 اللي معروفين بزاف وهما كيتعتبروا شخصيات اللي كبار بزاف. الاول اللي هو الملياردير آلان ديرشويتز، الثاني اللي هو جون لوك برونيل، هاد السيد هو موديل اللي كان كياخذ البنات من عند جيفري إبستين وكان كيصيفط ليه بنات. وكاين حتى الساحر دافيد كوبرفيلد، هاد الساحر اللي معروف بزاف وكيقولوا باللي انه كان عارف شنو كيدير جيفري إبستين ولكن كان صاحبه وما بلغش عليه. ايضا الرابع اللي هو الرئيس السابق للولايات المتحده الامريكيه بيل كلينتون، اللي كان صديق ديال جيفري إبستين ونكر باللي انه عنده علاقه بدوك الاعمال اللي كيدير جيفري. العالم الفيزياء والرياضيات ستيف هوكينغ، داك السيد اللي بالكروسه كيتمشى بها اللي فقد الحركه وبقى عنده غير الدماغ اللي خدام، حتى هو مذكور في هذه القضيه هذه. واخيرا كاين مايكل جاكسون، حتى هو مذكور في هذه القضيه ديال جيفري إبستين. هادو هما السميات اللي مجبودين في هذه القضيه هذه، وكتدور بزاف ديال الاخبار اللي كيقولوا فيها باللي كاينين اسماء ديال ممثلين اخرين، ولكن هذه الهضره ماشي صحيحه. هادو هما ابرز الشخصيات اللي ذكرهم القاضي، وقال باللي انه مازال غادي يزيدوا شخصيات اخرين وغادي يزيدوا متورطين اخرين في هذه القضيه، وباللي كيجبدوا غير شويه بشويه. وغالبا هذه القضيه فراه غادي تبقى نايضه عليها البلبله سنين وسنين. هكا حاولت اني نبسط ونقربكم من شنو طاري في هذه القضيه هذه واش واقع في قضيه جزيره جيفري إبستين. ما تنساش لايك وكومونتير الفيديو، ولا ما كنتيش دير ابوني للقناه ديرها، ونشوفكم فيديو جديد. مع السلامه.